بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. أولا بحلول شهر رمضان الكريم. إن شاء الله معاكم النهاردة حل أداء نادي الزمالك في مباراته في نهائي كأس مصر ضد النادي الأهلي. المباراة انتهت بفوز الأهلي بكأس مصر بالفوز بهدفين إلى شيء. الزمالك تحت قيادة خوزيه جوميز مدرب برتغالي. عودنا في التشكيلات الأخيرة الثابتة طريقة اللعب اللي بيلعب بيها اللي هي 4-3-3. في الماتش ده بدأ بعواد حارس مرمى، قدامه اتنين سنتر باكات، حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي. على يمين عمر جابر باك رايت، على شماله أحمد فتوح باك شمال باك ليفت. قدامه ستة نبيل عماد دونجا مركز ستة. مركز تمانية عبد الله السعيد، قدامه مركز 10 ومهاجم متأخر 9:30 أوباما. على منهم كوينج رايت أحمد سيد زيزو. على الشمال وينج ليفت مصطفى شلبي، مهاجم صريح ناصر منسي. في المقابل الأهلي مع كولر تشكيلة ثابتة 4-3-3. الطريقة الهجومية أو الخطة الهجومية أو الشق الهجومي في لنادي الزمالك مع خوزيه جوميز في الماتشات الأخيرة اللي بيلعبها اعتمد على نظام البيلد أب. طبعا هو الماتشات اللي قبل كده كان مع فرق متوسطة وفرق قليلة، فالبيلد اب بتاعه كان الدنيا كانت كويسة معاه. بس كان أول اختبار حقيقي إن هو هيلاعب طبعا الأهلي بطل، بطل مصر، بطل الدوري وبطل أفريقيا، فرقة برضك من كلاس ايه اللي هو فرقة بتعمل ضغط عالي أو بتعمل ضغط عكسي. فاحنا كان عايزين نشوف خوزيه جوميز هيعمل ايه في مباراة قوية زي ديت قدام خصم قوي. لقينا برضك ان خوزيه جوميز بيعتمد على البيلد اب وان هو بناء الهجمه المنظمه من الخلف الامام، من اول حارس المرمى سواء عواد مع الاتنين سنتر باكات مع الباكات بتاعتي مع منطقه صناعه اللعب سواء من اول دونجا وعبد الله السعيد واوباما لغايه ما نوصل للنص الهجومي عند في منطقه في نص ملعب النادي الاهلي. الزمالك اعتمد على الاستحواذ. الزمالك بدأ يعمل بيلد اب وهجمه منظمه طول اوقات المباراه، حتى لو في ضغط عالي او معظم الاوقات كان الاهلي بيعمل ضغط عالي او ضغط متوسط. تمام، بس حتى في الضغط العالي كان الزمالك بيطلع بالكوره بطريقه بتسلسل، بهجمه منظمه ببيلد اب. ما هبش موضوع ان الاهلي بيعمل بيلد اب. من افضل برضك المباريات اللي الزمالك عمل فيها بيلد اب ووصل لنص الملعب الاهلي بنظام الهجمه المنظمه. لدرجه ان انت الاستحواذ بتاع الماتش كله هتلاقي الزمالك مستحوذ بنسبه 53% قصاد 47% للاهلي. لو جينا بصينا مثلا على عدد التمريرات سواء طولية عرضية قصيرة طويلة، هتلاقي الزمالك عامل 403 تمريرة، يعني 319 تمريرة صحيحة. في المقابل هتلاقي الأهلي عامل 363 تمريرة، منهم 276 تمريرة صحيحة. إذا الزمالك في التمرير والاستحواذ وبناء اللعب الزمالك أفضل. الزمالك في الهجوم برضك كان الاعتماد كله من خوزيه جوميز ان هو كان بيحرر زيزو يدخله قلب الملعب ينزله، كان هو البلاي ميكر، وعايز يدخل ناصر منسي. وفكرة ان هو يلعب اوباما ان هو يلعبه مهاجم متأخر 9:30. تمام، هو المفروض مركز 10 ويخش كمهاجم تاني اول ما الكوره توصل لنص الملعب او على الاطراف للنادي الاهلي، ان هو طرف تاني بحيث ان هو يستغله في ضربات الراس وينزل هنا. اوقات كتير هنلاقي زيزو هنا كصانع لعب بلاي ميكر، وهتلاقي فتوح طبعا طالع، وهتلاقي مصطفى شلبي طالع صانع لعب ويزق عبد الله السعيد وراه. دونجا هو اللي كان بيوصل الكوره. من افضل ماتشات دونجا مع نادي الزمالك من حيث الاستلام والتسليم والتمرير. دونجا من افضل لعيب في الفرقتين في الاستلام والتسليم والتمرير، ان هو يوصل عبد الله السعيد يوصل هنا هوت. بس كولر كان مثبت السولية مع عبد الله السعيد، حرم الزمالك من الشغل اللي هو كان متوقع ان عبد الله السعيد هيعمل كده. صبيت الواحد فخلى شبه ان عبد الله السعيد مختفي. المفروض ان في الوقت دوت ان الدور يجي على اوباما ان هو ينزل يستلم ويسلم ويلعب ويمرر بين الخطوط ويبدا يعمل صناعه فرص. للاسف اوباما من مباراة لمباراة بيثبت ان هو مش قايم يقوم بالدور اللي هو مركز 10، ان هو اللي يقدر يتحرك بين الخطوط ويستلم ويسلم ويلعب بين الخطوط او يفضي مساحات او يوصل المهاجمين او حتى لما يخش ال 18 يعرف يتعامل. يعني هو لا صنع فرص ولا جات له فرص ان هو الناس تلعب له فرص ان هو يغير. اوباما الترس المفقود في الفكر الهجومي بتاع خوزيه جوميز. هو الراجل برضك يعني ايه، ناصر ماهر ما عندوش حتى الغلبة ان هو يخش كمهاجم تاني مع ناصر منسي
يلعب مهاجم تاني يلعب براسه. ناصر ماهر حلو في المنطقه بتاعت مركز 10 ده، ان هو يبدا في صناعه اللعب. لما نزل عمل الفارق في الشوط التاني، ان هو بدا يحرك الفرقه ويعدي بين الخطوط ويلعب بين الخطوط. هي مشكلتنا في جوه ال 18 مين هيكمل مع ناصر منسي ويلعب هيدرز. لدرجه ان احنا الزمالك في الماتش ده عمل 21 عرضيه ما استغلتش مرتين بس، اللي وصلت لناصر منسي اتعمل بقى بشكل خاطئ، ومره الجزيري وصلت للجزيري برضه اتعمل بقى بشكل خاطئ. يا اما العيب يا اما العرضيات مش متقنه، او عرضيات مش مظبوطه من اللي بيرفع، سواء الوناج او الباك وينج، سواء عمر جابر او فتوح او شلبي او احمد سيد زيزو قبل ما يطلع ينزل منه كانوا شيكابالا، او سوء تصرف من المهاجمين بتوع نادي الزمالك. الزمالك وصل لمنطقه صناعه اللعب او الهجمات الخطيره او الهجوم الخطير 62 مره قصاد 42 مره للاهلي. يعني الطبيعي مثلا ان توصل المنطقه ديت يبقى في عوار او في نقص او في مشكله في الجزء اللي جوه الصندوق بتاعت النادي الاهلي، او التسديد من خارج منطقه الجزاء. المشكله دي بانت ان فعلا ان احنا الزمالك محتاج مهاجمين، محتاج وينجرز بيخش كمهاجم تاني، بدل ما انا اعتمد مثلا على رقم 10 دوت اللي هو اوباما دوت انه يخش يكمل مهاجم تاني. انا اوباما ده مثلا ناصر ماهر اللي هو بيلعب مكانه، وانا عندي وينجرز بيخش كمهاجم بيكملوا مهاجمين مع المهاجم الاساسي بتاعي دوت. خلاص انا مش محتاج ده غير قليل لما يخش جوه ال 18 بتاع الفرقه التانيه. مركز 8 طبعا دوت يخش يكمل مع 10 في نص ملعب كده، يبقى عامل ضغط على الدفاع المنافس. الزمالك استحوذ، الزمالك مرر كتير، الزمالك وصل ل 18 جوه ال 18. النادي الاهلي اكتر من كوره، بس الانهاء مش على المستوى الاستحواذ والتمرير اللي الزمالك فرضه. دفاعيا الزمالك طبق نظام الضغط العالي، اوقات يضغط من ال 18 بتاعه النادي الاهلي بكل خطوطه بالباكات ب10 قوامه بالمهاجم بالوينجرز بتاعك. دونجا كان بيزق اوقات نص الملعب كدهوت، بيلعب ضاغط الاهلي في نص ملعبه. اوقات لما يحس ان الاهلي خلاص بدا هيتحرك، يبدا يعمل ضغط منخفض متوسط كده من نص الملعب. الزمالك ما بيرحلش دفاع منخفض عن ال 18 بتاعته، ما عملش دفاع منطقه. الزمالك طول الماتش يا اما دفاع متوسط من نص الملعب، يا اما دفاع عالي قوي من عند 18 النادي الاهلي. وحتى في الضغط العكسي الكره لما كتير الزمالك كان اول ما يفقد الكوره يعمل ضغط عكسي، لدرجه ان الاهلي ما قدرش يعمل تمريرات او يعمل بيلد اب او تجميع الكوره اللي كان معتمد عليها كولر، وان هو يلعب الكوره عكسيه للنجل طايره اللعبه بتاعت كولر. ال- ولا مره، يعني مفيش غير مره بتاع اول ماتش اللي مع امام عاشور اللي اتلعبت من الخط الخلفي، اللي راح دخل 18 واتلحقت، واللي هو الجون يعتبر. بس الجون دي المره الوحيده اللي عمل فيها الاهلي ضغط عكسي من نص ملعب النادي الزمالك، اللي اتقطعت هنا على حدود ال 18 ضغط عكسي وترد الكوره. كان في لا مركزيه للاعيبه خط دفاع نادي الزمالك، اتنقلت الكوره بسرعه من جاي منها الجون الاولاني بتاع الاهلي من اختراق من امام عاشور. دي الحلول اللي الاوقات اللي انت محتاجها في الفرق الكبيره في ماتشات زي ديت، ان انت يبقى عندك لاعب عنده حل. الزمالك ما كانش عندي اللاعب اللي هو زي امام عاشور اللي يخش بين خطوط الدفاع ويستنى الكور اللي تجيله جوه ال 18 ويقدر يخلص. اوف سايد مش اوف سايد الخطوط، انا بتكلم على ان في لاعب عنده القدرة ان هو يخترق بين الدفاعات، ولاعب عنده رؤية، شاف من لمسة رفع لزميله اللي هو مخترق واداله في المكان الصح. الزمالك مستحوذ بس ما عندوش اللي بيخترق بين الدفاع، ما عندوش المهاجم اللي يعرف ياخد المدافعين ويطلع، واللاعب اللي يقدر يخش 18 بين الدفاع، واللاعب اللي يصنع الكوره دي. ناصر ماهر لما نزل صنع، بس ما فيش اللاعب اللي يقدر يخش جوه ال 18 جنب المهاجم التاني يعرف يحرز الاهداف. الماتش خلص بتفصيله، واحد عارف يخلص، واحد عارف يتحرك وجاب جون. الماتش بعد كده فتح، خلاص انت بتلعب في الوقت الضايع بتهاجم عشان تجيب التعادل. ده ماتش نهائي كاس، هجمه مرتده طبقها الاهلي بطريقه صحيحه جاب الجون الثاني. الزمالك مجمل عمل مباراه هايله، كاستحواذ كتمرير كضغط عالي كضغط متوسط كضغط عكسي.
الزمالك وصل لمنطقة جزاء ومنطقة الخطر النادي الأهلي كتير، بس ما عندوش اللي يخلص. الزمالك محتاج شغل تاني كتير مع خوزيه جوميز. بصماته بدأت تبان. احنا جربناه مع فرقة متوسطة، مع فرقة قليلة، مع فرقة بطلة أصحاب بطولات ولها أسلوبها الهجومي وأسلوبها أسلوبها البطولي. عرفنا نتعامل مع كل الفرق ديت في النظام والسيستم اللي عامله خوزيه جوميز، اللي هو بيعمل بيلد اب والهجمه المنظمه والضغط العالي والضغط العكسي. فرض اسلوبه وشخصيته على كل الفرق بجميع المستويات في الملعب. اذا ان انت معاك مدرب بيلعب على تفاصيل، بيعرف يفرض شخصيته ويفرض لعيبته في الملعب على المنافس ايا كان قوة المنافس. الزمالك عنده مشكلة في الجزء الامامي، محتاج فيه لعيبة، محتاج فيه شغل كتير، محتاج فيه افكار جديدة. في المجمل الزمالك قدم مباراة جيدة. اوقات اللك او الحظ او التوفيق ده بتاع ربنا، ان انت ممكن تعمل كل حاجة في الكورة وفي لحظة زي اللي حصلت. يعني هي لحظة الاهلي ما وصلش للجون غير مرتين او ثلاثة، جاب منهم الجونين في طول الماتش. بس تفصيلة أول ضغط عكسي عمله الأهلي، تحرك بدون كورة مع بلاي ميكر شايف عنده رؤية بتوغل بين خطوط الدفاع. مع لما طبعا لما الضغط العكسي أو ضغط عكسي بيتعمل كرة تتقطع، بيبقى في لا مركزية وفي الدفاع بيبقى خلاص ساب مكانه وبيبدأ يتحرك. انت طالع مع الكرة، هوب الكرة اتقطعت، فانت عشان ترجع تاني لمكانك وضعك الطبيعي. فانت اللحظة ديت هو امام عاشور خطأ في الدفاع في اللحظه دي، ان انت لسه بترجع تتمركز تاني بعد ما الكره اتقطعت منك في نص ملعبك. فالخطوه دي هي فيها الجول. الزمالك قدم مباراه جيده بنملي عليها. الزمالك لو استمر على كده هيبقى فرقه محترمه. هو فرقه محترمه، فرقه قويه، بس مع مدرب قوي هيبقى فرقه هيفرض شخصيته على اي فريق في الدوري او في افريقيا. مع المدرب ده هي محتاج بس شويه تدعيمات في الخط الامامي سواء ابناج او مهاجم صريح. والزمالك هيبقى فرقه هتتعب اي فريق يلعب قصاده باي قوه ليه، سواء فرقه قويه فرقه متوسطه او فرقه صغيره. الزمالك مع المدرب دوت، مع الافكار، مع التركيبات اللي بيعملها، مع الضغط العالي والضغط العكسي اللي بيعمله، الزمالك قادر ان هو ينافس على كل البطولات ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين.